الفن اساسا مرآة المجتمع. الفن يعني في الحضارات والبلاد بتتقاس منين؟ من الفن، من الرياده. الفن ده هو اللي بيجسد الملفات الموجوده في المجتمع. لو هنتكلم مثلا على المسلسلات الاجتماعيه، او حتى المسلسلات اللي بتتكلم عن المخابرات، او مثلا المسلسلات الكوميدي، كل المسلسلات دي بتيجي منين؟ من واقع المجتمع نفسه. فاحنا هنا بنوصل رساله، ورساله سريعه جدا. يعني الفن بيوصل رسالة سريعة جدا للمجتمع، بنفيد الشباب، بنفيد المجتمع. في أفلام خلي يعني مثلا لو هقول أريد حلا، شقة من حق الزوجة، لو هقول كلمة شرف، لو هقول أي فيلم من الأفلام دي اتشرع قانون بسببها في مجلس الشعب، لأنها كانت رسالة من المجتمع، من مجتمعنا إحنا، مجتمعنا المصري، مجتمعنا الشرقي. الغنى لما بنيجي مثلا نغني حتى أغنية وطنية، فإحنا بنحس المواطن على الانتماء. لو في أي حاجة عندنا، يعني السيدة العظيمة ست أم كلثوم لما كانت بتغني أثناء الحروب وبتجمع الفلوس دي كلها للجيش وللبلد، فدي هي بتقدم رسالة، بتبدع وبتقدم رسالة لمصر وللمجتمع. أنا مش عايزة أطول عليكم طبعا، يعني عشان أكيد في ناس كتير قوي موجودة عايزة تتكلم. أنا بشكركم جدا وميرسي لكم. وعايزة أقول على حاجة كمان، يعني في وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدا، ولكن أهم حاجة إحنا نستخدمها صح. بنشوف مبدعين على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يستخدموا المحتوى صح جدا، وللأسف الشديد بنشوف حاجات تانية بتأذي المواطن وبتأذي المجتمع وتنمر وحاجات مش صحيحة وإشاعات وحاجات كلها فيك وتركيب، خصوصا الذكاء الاصطناعي اللي فيه البعض بيستخدمه غلط. أنا بتمنى إن إحنا كلنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح. شكرا لكم. افتكرتها، اذا انا سمعت فيها افتكرتها بتاعتي. ميرسي يا حبيبتي. شكر خاص للفنانة القديرة هند عاكف. ميرسي جدا. اشكرك، ميرسي جدا.